ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد، والنهارده هنعمل اكله حلوه قوي ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وطعمها حلو قوي ومفيش حد ما بيحبهاش. تعالوا يلا بقى نشوف الوصفه عملنا ايه. وده الشكل النهائي. بصلتين، طماطمايه، هقشرهم وابشرهم بشر ناعم. هنزل بيهم في الكبه ابشرهم بشر ناعم. بعد ما بشرت بشر ناعم كده هعصره، هاخد الميه بتاعته، بس هعصره بقى واخد الميه بتاعته. معايا بقى اللحمه هنا شرايح كده رفيعه، ويا ريت لو فيها كده حتت بيضه بالشكل ده كده، متبقاش تخينه. هنزل بفلفل اسود وملح، ملح وفلفل اسود فقط لا غير، عشان البهارات هتغير طعمها. وهنزل بميه البصل، وبشرت طماطميه صغيره كده بردك بشر ناعم، او ممكن بالمبشره. معلقه زبادي كبيره، وهنقلب بقى كل المكونات دي كده في قلب بعضها، تدخل في الانسجه عشان تشرب من التتبيله كده، ولما ساعه التسويه ما تاخدش وقت في التسويه. بالشكل ده بقى كده غطيها كده بستريتش راب او كيسه، حطها في التلاجة. ممكن تتبليها من قبلها بيوم، ممكن قبلها بساعه او بساعتين. هنا بقى انا سبتها 5 ساعات تتبل. جريل بقى او طاسه كده ما بتلزقش، طاسه تيفال او جريل. هنرصها بقى بالشكل ده. هنا بقى اول ما تبدا بقى تاخد لون من تحت هروح قلباها بالشكل ده بقى كده اهوت. هفضل اقلب فيها لحد ما تستوى تماما. هنا بقى انا حطيت باقي الكميه، لان كل ما اللحمه تدخل في السوا يعني حجمها بيصغر، بتكش، فبيوسع بقى مكان، فبرص باقي الكميه. دخلت في السوا اهي، مش قادره اقول لكم بقى على ريحتها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. اللحمه كده استوت. انا بعد بقى ما دخلت في مرحله السوا رحت موطيه النار، وعملت معاها مكرونه بالصلصه. استوت اهي، بسم الله ما شاء الله. وده الشكل النهائي ليها. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.